في حاجات كده يعني بشوفها في بعض الاخصائيين، عايزكم تاخدوا بالكم منها. وهي فكره الاستعجال في تقييم الطفل. ما ينفعش طفل يكون جاي لك لاول مره وبتشوفه لاول مره ومفيش اي علاقه بتنشا ما بينك وبين الطفل، وتيجي تقول له انا هعمل لك اختبار ذكاء دلوقتي حالا، او هعمل لك مثلا اختبار ابو حسيبه، او هقيمك. اخرك قوي تعمل دراسه حاله مع ولي الامر وتعرف تفاصيل الحاله، لكن ما تبداش في تقييم الطفل تقييم فعلي الا اذا الطفل ادالك استجابات طبيعيه. بمعنى ان الطفل بقى بيتصرف قدامك بشكل طبيعي، ما بقاش هايبك، ما بقاش خايف منك، ما بقاش خايف من المكان، ما بقاش خايف من الاخصائيين، ما بقاش خايف من شكل المكان، من الاضاءه، من كل حاجه. فبالتالي انت محتاج انك تصبر شويتين ثلاثه لحد ما تصل الى مرحله ما وتحس ان الطفل بقى في علاقه بينك وبينه. وعلاقه هنا ما اقصدش علاقه حب ولفلفه، لا، انا بقصد علاقه مهنيه. الطفل يكون عارف ان هو قاعد في مكان وبدا يحترمه، وبدا يعرف يقعد في مكان على الاقل في الفتره الاولانيه. وهنا انا بتكلم على الاطفال اللي نعرف نقيمهم، مش الاطفال ذوي الاعاقه مثلا الشديده، عشان ما حدش يجي يقول لي، او طفل مثلا توحد شديد وهتيجي تقول لي طب انا هقيم طفل توحد شديد ازاي ما هو مش هيرضى يقعد. انا بتكلم هنا عن الاطفال اللي ممكن نقيمهم او نعرف نقعد معاهم او نعرف نعمل لهم اختبار ذكاء.